تقتضي الخطة بالنزول على 5 شواطئ على مدى 100 كيلومتر من ساحل النورماندي من السان حتى شبه جزيرة كوتنتان، حيث كانت أضعف دفاعات جدار الأطلسي الألمانية. في منتصف الليل في 5 من يونيو انسل المنزلقون البريطانيون والمظليون الأمريكيون والكنديون بهدوء فوق منطقة النورماندي. كان المظليون أول من وطئ أرض فرنسا المحتلة. كانت مهمتهم تأمين جوانب منطقة الإنزال. كان أسطول الحلفاء قادما، وكان أكبر أسطول تم حشده، نحو 5000 سفينة إنزال وطائرة هجومية. لكن الألمان لم يكتشفوها، فقد منعوا من استخدام طائرات الاستطلاع بسبب الطقس العاصف. وصل جزء يسير من التجهيزات التي أرسلها إلى بريطانيا العظمى. تعرضت كل سفينة بريطانية في البحر إلى الخطر. كان المحيط الأطلسي يعج بالغواصات الألمانية. كانت مناظيرها تحاول تتبع السفن البريطانية. شعر تشرشل بالقلق من ألا تصل مساعداته، كما أن نتيجة الحرب بدت واضحة. بريطانيا العظمى هي جزيرة، وكان هذا ميزة وعائقا في آن واحد، لكنها أفضل أمل للبلدان المحتلة. كانت الموانئ الفرنسية تحت إمرة الغواصات الألمانية.